هي الأم المتسلطة، اللي هي المسيطرة، اللي يا تسمع كلامها وتمشي على مزاجها عشان هي أمرت بده، يا تطردك من جنتها، تخاصم وتاخد جنب وتعاقبك بالهجر وتحرمك من أمومتها المتمثلة في كل حاجة. الشخصية اللي زي دي بتحب المثالية جدا، تحب إن ابنها يكون كده كامل ما يغلطش، بتدقق في أدق التفاصيل، ما بتقبلش النقد أبدا، ما بتتقبلش أخطاء ولادها، بتحرمهم من فرصة التعثر والنهوض، إنه يقع ويقف تاني، إنه يفشل وينجح تاني، بتحرمهم من الفرصة دي. ودي طبعا أم بتطلع شخص أو بتربي شخص اتعود على العطاء الرهيب عشان يفضل محبوب، شخص يخاف يغلط فيتهجر، شخص مش عارف يحمي حدوده النفسية فدايما يقول حاضر على طول علشان لو قال لأ هيبطلوا يحبوه، عنده فوبيا من الفشل، وأي إخفاق في حياته بيعتبره نهاية الحياة. ولكن عايزين نقول برضو إن مش كل أم نرجسية هي أم متسلطة،